معظم لعيبة الكورة مشوارهم الكروي بيمتد من 15 ل 20 موسم، وفي طبعا بيبقى اكتر. ولما لاعب بيقدر يفوز بالبالون دور مرة واحدة في مشواره بيبقى فرحان وحاسس انه قفل الكورة. ما بالك بقى بلاعب لعب في تاريخه كله 10 مواسم وخد في العشر مواسم دي 3 بالون دور، وكان يقدر يحقق اكتر من كده لو مشواره الكروي كمل اكتر من كده. لاعب الاصابات دمرته واجبرته على اعتزال الكرة في سن 28. جاب اليورو لهولندا وخد 2 ابطال اوروبا مع الميلان. مشهور باهدافه الخرافية، اللاعب الوحيد اللي تقدر تقول عليه انه كان ممكن يغير تاريخ كرة القدم كله لو كان استمر. هكلمك النهاردة عن أسطورة هولندا ماركو فان باستن. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. يلا نصاب. فان باستن بدأ مسيرته في أندية صغيرة في هولندا لحد ما يلفت أنظار نادي أياكس عشان يروح لهم في صفقة انتقال حر. فان باستن كان بيتعامل في أياكس إنه الموهبة الأبرز، ومش بس الموهبة الأبرز في أياكس، لا في هولندا كلها. بداية فان باستن كانت في الدوري الهولندي موسم 81 82. فان باستن ينزل كبديل في اول ماتش ليه بدل مين بقى؟ ايوه، اسطوره هولندا يوهان كرويف. يعني مفيش بدايه اجمل من كده. وفعلا فان باستن يسجل في اول ظهور ليه موسم 82 83. فان باستن بدا ياخد دقائق اكتر مع الفريق الاول، وهتلاقي ان دقائق فان باستن الموسم ده كانت 1397 دقيقه. وبرضه ما كانش بيشارك بانتظام، يعني ممكن المدرب يستبعده لاربع ماتشات متتاليه، وممكن في 8 ماتشات كاملين ما يلعبش غير 20 دقيقه بس كان الحلو في فان باستن ان حتى لو دقائقه قليله كان بيحط بصمته كل ما يلعب، سواء بالتسجيل او بالصناعه. المهم اياكس تفوز بالدوري الهولندي وفان باستن يسجل 10 اهداف ويصنع هدف. ونيجي الموسم 83 84، الموسم اللي اثبت فيه فان باستن للكل انه هداف من طراز رفيع. فان باستن خلاص بقى اساسي مع اياكس وبقى مهاجم الفريق الاول. عايز اقول لك ان فان باستن في اول 12 ماتش في الدوري قدر يسجل 14 هدف ويصنع 3 اهداف، وكان بيسجل بالاربع تجوان في الماتش الواحد. وبدايه من الماتش 13 حصل حاجه هتخلي فان باستن يتعب جدا في مسيرته، وهي لعنه الاصابات. فان باستن يغيب لمده شهرين للاصابه، غاب فيهم عن 8 ماتشات، بس الاصابه ما منعتوش من العوده للتالق من تاني ويرجع من الاصابه ويقدر يسجل 14 هدف كمان في الدوري عشان يفوز بهداف الدوري الهولندي برصيد 28 هدف. واجمالا فان باستن سجل الموسم ده 31 هدف وصنع 6 اهداف. موسم 84 85 خلاص الكل بقى شايف ان فان باستن هو نجم اياكس الاول، وده اللي هيقدر يكسبهم البطولات. وفعلا فان باستن قدر انه يقود اياكس عشان يكسب الدوري. فان باستن سجل 22 هدف في الدوري عشان يبقى هداف الدوري الهولندي للمره الثانيه على التوالي. وسيبك بقى من عدد الاهداف، فان باستن الموسم ده صنع في الدوري 19 هدف، يعني دوره ما كانش مقتصر على التسجيل بس. واجمالا الموسم ده فان باستن سجل 27 هدف وصنع 20 هدف. ونروح لموسم 85 86، فان باستن يستمر في الاداء الجامد ده ومعدله التهديفي يزيد اكتر. فان باستن كان بيسجل الموسم ده بالخمس تجوان في الماتش الواحد، وفي ماتش سجل فيه 6 جوان لوحده. بس للاسف فان باستن يتصاب ويغيب عن اياكس لمده 6 ماتشات في الدوري، وللاسف اياكس يخسر ماتشين في الست ماتشات اللي غابهم فان باستن ويخسر الدوري لصالح ايندهوفن. بعيدا بقى عن مين فاز بالدوري، فان باستن سجل 37 هدف في الدوري، ومش محتاج اقول لك انه كان هداف الدوري الهولندي للمره الثالثه على التوالي. وكمان فان باستن يفوز بجائزه الحذاء الذهبي كاكتر حد سجل اهداف في الدوريات في اوروبا. اياكس الموسم ده قدر يفوز بكاس هولندا، وفان باستن سجل هدفين في نهائي الكاس. فان باستن اجمالا الموسم ده سجل 39 هدف وصنع 4 اهداف. ونروح لموسم 86 87، فان باستن غاب الموسم ده عن 7 ماتشات في الدوري. السبع ماتشات دول خسروا اياكس الدوري لصالح ايندهوفن. نيجي بقى للجانب الايجابي، فان باستن قدر انه يسجل 31 هدف في الدوري، وطبعا فان باستن يفوز بهداف الدوري الهولندي للمره الرابعه على التوالي. واياكس تفوز بكاس هولندا الموسم ده، وفان باستن سجل هدفين في النهائي. وكمان فان باستن كان هداف كاس هولندا برصيد 7 اهداف. اجمالا بقى الموسم ده فان باستن سجل 44 هدف وصنع 10 اهداف. وبعد الموسم ده فان باستن يحس انه عمل كل حاجه ممكنه مع اياكس، وانه لازم ياخد خطوه جديده في مسيرته. وبعد خناقه بين الريال وبرشلونه والميلان، الميلان يشتري فان باستن من اياكس. موسم 87 88 اول موسم لفان باستن مع الميلان. للاسف لعنه الاصابات تضرب فان باستن مره تانية. فان باستن غاب عن معظم الموسم للاصابه وما لعبش في الدوري غير 11 ماتش وبعدد دقائق 568 دقيقه بس.
وبالتالي فان باستن يسجل في الدوري 3 اهداف، بس ميلان يفوز بالدوري الايطالي وفان باستن يفوز بالدوري الايطالي الاول في تاريخه. ونروح بقى ليورو 88. اول ماتش قدام الاتحاد السوفيتي هولندا تخسر 1-0 وفان باستن ما يلعبش غير 31 دقيقة بس بعد الماتش ده تظهر النسخة المتألقة لفان باستن. في الماتش التاني هولندا تلعب انجلترا وفان باستن يعمل ماتش للتاريخ. فان باستن سجل هاتريك في انجلترا، والثلاث اهداف اللي سجلهم فان باستن كلهم احلى من بعض. وفي ماتش ايرلندا هولندا تفوز 1-0 وتتأهل هولندا لنص النهائي. وفي ماتش ألمانيا فان باستن يسجل هدف ويصنع هدف عشان تتأهل هولندا للنهائي قدام الاتحاد السوفيتي. وفي ماتش النهائي وفي لقطة سحرية فريدة من نوعها فان باستن يسجل هدف من أجمل الأهداف اللي ممكن تشوفها في حياتك. المهم فان باستن يسجل هدف ويصنع هدف وتفوز هولندا بالبطولة الوحيدة في تاريخها وهي يورو 88، وفان باستن يبقى هداف البطولة برصيد 5 أهداف. وفي نهاية الموسم ماركو فان باستن يتفوق على فرانك ريكارد ورود خولت ويفوز بالبالون دور سنة 88. ونروح لموسم 88-89. الموسم ده كان البداية الحقيقية لفان باستن مع الميلان. في أول الموسم الميلان يفوز بالدوري الإيطالي على حساب سامدوريا، وفان باستن كان نجم الماتش ده بعد ما سجل هدف وصنع هدفين. وفي الدوري الإيطالي فان باستن سجل 19 هدف وصنع 8 أهداف. ونروح لمشوار الفريق في دوري الأبطال. فان باستن سجل سوبر هاتريك في لافيسكا صوفيا، وسجل وصنع قدام ريد ستار، وسجل في فيردر بريمن. وفي نص النهائي ميلان يلاعب ريال مدريد وميلان يفوز 6-1 على الريال بمجموع الماتشين وفان باستن يسجل هدفين. وفي النهائي ميلان يلاعب استوا بوخارست، وده كان فريق كبير على فكرة وقتها. المهم ميلان يفوز 4-0 وفان باستن كان نجم الماتش ده بعد ما سجل هدفين في الماتش. وميلان تفوز بدوري الابطال وفان باستن يفوز بدوري الابطال الاول في تاريخه، وفان باستن يكون هداف البطولة دي برصيد 9 اهداف. فان باستن سجل الموسم ده اجمالا 33 هدف وصنع 13 هدف. وبعد الموسم القوي ده فان باستن يفوز بالبالون دور المرة الثانية في تاريخه والثانية على التوالي. ونروح لموسم 89-90. في اول الموسم الميلان يفوز بالسوبر الاوروبي على حساب برشلونة وفان باستن يسجل هدف في الماتش ده. وعلى مستوى الدوري فان باستن يغيب عن اول 7 ماتشات في الدوري، بس بعدها فان باستن يرجع ويسجل 19 هدف في الدوري ويفوز بهداف الدوري الايطالي. وفي مشوار الفريق في دوري الابطال فان باستن سجل هدف وصنع هدف قدام ريال مدريد في دور ال16، وسجل هدف قدام بايرن في نص النهائي، وقدام بنفيكا في النهائي فان باستن يصنع هدف ميلان الوحيد وميلان يفوز بدوري الابطال وفان باستن يفوز بدوري الابطال الثاني ليه. اجمالا بقى الموسم ده فان باستن سجل 24 هدف وصنع 7 اهداف. ونروح لكاس العالم سنة 90. هولندا عملت كاس عالم وحش جدا. هولندا تعادلت في كل الماتشات في دور المجموعات وطلعت من ألمانيا في دور ال16. وفان باستن في كاس العالم صنع هدف قدام مصر وصنع هدف قدام ألمانيا. موسم 90-91 ما كانش الافضل بالنسبه لفان باستن وللميلان كله. فان باستن دخل في مشاكل مع اريجو ساكي مدرب ميلان وقتها، واللي اتكلم عنها ماركو فان باستن من فتره وقال ان اريجو ساكي مدرب تاريخي وقوي جدا بس بيفتقد للناحيه النفسيه وما بيعرفش يتعامل مع اللعيبه نفسيا. الميلان الموسم ده خد المركز الثاني في الدوري وخرج من ربع نهائي الابطال على ايد مارسيليا. فان باستن سجل الموسم ده اجمالا 11 هدف وصنع 7 اهداف. وبعد المشاكل اللي حصلت بين فان باستن وساكي، ساكي يمشي من الميلان ويجي فابيو كابيلو عشان يدرب الميلان، وتبدا حقبه تاريخيه لفابيو كابيلو مع الميلان. موسم 91-92 الموسم ده كان قوي جدا للميلان ولفان باستن. الميلان تقدر تفوز بالدوري اللي كان غايب عنها بقاله فتره، وطبعا نجم حلقتنا فان باستن كان ليه دور كبير في الفوز بالدوري، وفان باستن كان ليه ظهور في كل الماتشات الكبيره. فان باستن سجل 25 هدف في الدوري عشان يبقى هداف الدوري الايطالي. فان باستن سجل في الموسم ده اجمالا 29 هدف وصنع 10 اهداف. وبعد الموسم ده فان باستن يفوز بالبالون دور للمره الثالثه في مسيرته، وكمان يفوز باحسن لاعب في العالم اللي بتقدمها الفيفا. ونروح لموسم 92-93. في بداية الموسم الميلان تفوز بالسوبر الإيطالي على حساب بارما بنتيجة 2-1، وفان باستن سجل هدف في الماتش ده. الموسم ده للأسف فان باستن غاب عن معظم الموسم للإصابة. فان باستن ما لعبش في الدوري غير 15 ماتش، قدر يسجل فيهم 13 هدف ويصنع 3 أهداف. بس المهم الميلان تفوز بالدوري وفان باستن يفوز بالدوري الثالث في تاريخه. ونروح لدوري الأبطال. فان باستن غاب عن معظم ماتشات دوري الأبطال الموسم ده، بس المهم الميلان يتأهل للنهائي عشان يقابل مارسيليا. وفان باستن محدش كان يتوقع انه يلعب لانه كان مصاب، بس الميلان يعلن جاهزية فان باستن للنهائي قدام مارسيليا. ونخش النهائي. لاعيبة مارسيليا في النهائي كانت عارفة ان طالما فان باستن في الملعب فهم في خطر. لاعيبة مارسيليا كانت بتتعمد تضرب فان باستن، وللاسف لاعيبة مارسيليا نجحت انها تصيب فان باستن، وللاسف الاصابة دي اللي تنهي مسيرة فان باستن. الميلان يخسر النهائي بنتيجة 1-0، وللاسف فان باستن يستمر في رحلة علاج لمدة سنتين
سنتين، وفان باستن لما لقى نفسه خلاص مش هيقدر يلعب كرة تاني اعلن اعتزاله. وفي مشهد مؤثر جدا لجماهير الميلان وهولندا، ماتش اعتزال فان باستن يكون كله متأثر، وحتى فابيو كابيلو اللي معروف عنه انه مدرب صارم ما قدرش يمسك دموعه وعيط في الماتش ده. فان باستن ما كانش مجرد لاعب، ده كان اسطورة، لاعب في 10 مواسم بس قدر انه يفوز بالبالون دور 3 مرات، ويفوز بهداف الدوري الهولندي 4 مرات متتالية، ويفوز بهداف الدوري الايطالي مرتين، ويبقى هداف دوري الابطال مرة. لاعب هو اللي قدر يحقق البطولة الوحيدة في تاريخ هولندا. لاعب سجل 277 هدف وصنع 86 هدف في 373 ماتش لعبهم بس، وفي منهم ماتشات كان بيبقى بديل فيها. تتخيل بقى لاعب عمل كل ده في 10 مواسم بس، كان يقدر يعمل ايه بقى لو كانت مسيرته طبيعية؟ فان باستن اعتزل في سن ال 28، وانا شايف انه لو كان كمل اكتر من كده كان هيغير تاريخ الكورة، وكان هيتحط مع بيليه ومارادونا وميسي وكريستيانو في تصنيف واحد لاحسن لعيبة في تاريخ الكورة. وفي النهاية قول لي، شايف ان فعلا فان باستن كان ممكن يغير تاريخ الكورة ولا لا؟ وما تنساش اللايك والاشتراك، وقول لي تحب اتكلم عن مين الفيديو الجاي.